السلام عليكم، يسعد مساكم. مساء الفل والرضا والرزق على احلى متابعين في الدنيا. اخباركم عاملين ايه؟ يا رب نكون في احسن حال واحسن صحه. ورجعت لكم بيوم جديد وفيديو جديد، بس يلا بينا نقول صلوا على الحبيب عشان قلبك يطيب. علي افضل الصلاه والسلام. وكمان اقول يدوم عزك. يدوم عزك اللي بتعملي لايك وتشتركي في القناه. يدوم عزك اللي بتكتبي تعليق حلو جو زين. ربنا يبارك فيكم يا رب. عيلتها هتكبر بيكم وليكم، تكون عيله كبيره قوي قوي قوي. السعيد وعوايده. بشكركم على كلامكم الحلو، بشكركم على تعليقاتكم اللي بتدي طاقة إيجابية كبيرة. ربنا يدومكم نعمة في حياتي يا رب، ما تحرمش منكم ولا من كلامكم الحلو. بصوا كده، الروتين النهاردة يعني بصوا. كتير منكم بيحب الروتينات في بيت أبويا حتى بعد التشطيب. يمكن ده أول روتين يتعمل بعد تشطيب البيت. كان عندنا ناس. المهم مشيت كده، سميت الله، صليت على رسول الله، اللهم صل وسلم وبارك على سيد الخلق سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. بصوا، وعملت لكم بقى تنظيف للبيت، تنظيف تنظيف يعني زي ما بيقولوا. مسكت كده الركنه، نفضت الحيطان، نفضت الشبابيك، نفضت البيبان، حتى الحاجات اللي ما اتصورتش يعني. المهم ايه، مسكت الشقه كلها. شلت الشلت، نضفت تحتيها. نقلت الركن من مكانها. اللي هو بصوا، خليت كل حاجه. شلت كل حاجة عشان خاطر ان انا ايه، هنضيفها تنظيف حلو. فاهمين ازاي؟ فالكنبة دي طبعا عارفين الكنبة اللي بسرير، يعني احنا عاملين كنبة بسرير اللي هي للطوارئ يا بنات كده. وتحت برضو عاملين في المنظرة تحت او الدور زي ما بيسموه ولا ايه. برضو كنبة بسرير يعني. بالمرة يعني عايزة اقول لكم ما شاء الله تبارك الله، عاملينهم عمولة فحلوين جدا يعني. شكل الأوضة اتغير، وشكل الصالة اتغير، البيت كله عموما يعني اتغير تغيير جذري. يعني عملنا لكم شوية روتينات حلوين إن شاء الله بإذن الله كده يعجبوكم. يلا كده سموا الله، صلى على رسول الله، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ربنا يا رب يحقق لكم كل اللي بتتمنوه، ربنا يريح بالكم، ربنا يساعدكم، ربنا يفرحكم، ربنا يجبر بخاطركم. قولوا إن شاء الله مين، اللهم آمين يا رب العالمين. ما تنسوش أول تعليق مثبت لدعوة حلوة من القلب، وما تنسوش دعواتكم الطيبة لأم مريم. ربنا يبدل جسدي بجسد سليم معافى يا رب، اللهم آمين يا رب العالمين. وربنا يكرمني أنا وياكم بالملك. دعواتكم لأبو أحمد، ربنا يشفيه ويعافيه يا رب. كله إن شاء الله مين يا بنات، ادعوا من قلبكم. كل حد بيحب أم مريم يدعي لأبو أحمد، ربنا يشفيه ويعافيه يا رب، يخليه لولاده. مهما كان الأب عمره ما يتعوض أبدا. حالته الصحية بتسوء يوم عن يوم. بتمنى من الله ان الله يعفى عنه، اللهم امين يا رب العالمين. ويرجع سالم غانم لولاده في بيته وسطيهم مهما كان، بس يرجع لولاده، اللهم امين يا رب العالمين. ادعوا له من قلبكم يا بنات، ربنا يشفيه ويعافيه يا رب، اللهم امين يا رب العالمين. بصوا هنا بقى. بصوا شلت الركنه الاولانيه ومزنوقين جامد في بعض، فاللي هو بيتحركين بصعوبه شويه، زنجين جامد على بعض يعني. نضفتها ونضفت تحتيها ورجعت تاني مكانها نضيف، يعني مش محتاج مسيح ولا اي حاجه. وكمان عشان اعرف انضف باقي الاوضه. برضو جيت على القطعه التانية من الركنه، شلت الشيلة بتاعتها و... وعايزه اقول لكم الشيلة دي بتتغسل. وعايزه اقول لكم القماش حلو جدا جدا، تبارك الله ما شاء الله. الاحلى ما فيها انك تقدري تشيليها وتحطيها بسهوله. القماش عندي الركنه اللي انا عملتها، اللي يعني مش عايزه اقول يعني الله يجازيه، يلا مسامحاه. الشيلت لما جيت اطلعها عشان اغسلها اتقطعت، لانها مع القماش معرفش ولا هي مزنوقه، لا. الشيلت دي جميله، تطلعيها وتغسليها وترجعي القماش تاني نظيف. قطعه الركن اللي من جوه كده دي اللي جنب الحيط عاملينها صندوق، لمين فيها المخدات وكده. شايلينهم من البيت، العيله كله اطفال وعيالي وعيال اخواتي والناس اللي بتيجي من بره. كده كده اساسا العيال بتدخل بتمسك فيهم يعني. وهي كل اللي بيجي بيقعد فيها، فاهمين ازاي، مش مكفولة. كده يا بنات قلنا نطلعهم في المناسبات. فرشين كده ملايات وكوفرتات عليها. مش عارفة مصورها لكم ولا لا، بس قلنا لحد ان شاء الله بإذن الله كده نجيب لها كفر حلو كده محترم. طبعا طالعين من تشطيب البيت يعني، ما شاء الله لا حول ولا قوة الا بالله. فالحمد لله على كل حال. بصوا، نضفت الركن كده. آه، نضفنا الركن يا بنات.
نضّفت الشِلَت، نضّفنا كل حاجة، ومش بس كده كمان طلعت على البلكونة برضه وجِبتها كده بالمَرّة. البلكونة بُصّوا نضيفة ما فيهاش أي حاجة، بس تراب الشارع والشتا والغبار زي ما أنتم عارفين، البيت على طريق، فمن أجل شيء بيبقى التراب مالي الدنيا. بُصّوا كده عفش كده وتراب ناعمة، بُصّوا شايفين منظرها عامل إزاي يعني. جِبت البلكونة برضه مسحتها برضه ونضّفتها، عشان تحسّي كده إن أنتِ نضّفتِ. طول ما البلكونة نضيفة تحسّي إن الشقة نضيفة، رجليكِ هتاخد من هنا لهنا ومن هنا لهنا، فمش حلو. لأ جِبت كلّه بالمَرّة، نضّفت. وعايزة أقول لكم نفّضت الحيطان، نفّضت الشبابيك، نفّضت البيبان. هي عمومًا كده أساسًا نضيفة، لكن زادت نضافة زي ما شُفتوا معايا الروتين القوي العميق اللي إحنا عملناه. اتفقنا أنا وأخواتي كل فترة هنتجمّع، هنمسك حيطان وشبابيك ومراوح آآ وأرضيات وبُصّوا وخشب، هنلمّع كل حاجة في الشقة أول بأول. خلّصت كده الأوضة يا بنات زي ما أنتم شايفين، دخلت على الأوضة التانية، الأوضة اللي إحنا عملنا فيها السرير، اللي فيها 3 سراير، اللي هي تعتبر بقت أوضة النوم يعني، ما فيش غير أوضة النوم هي ديّة، والأوضة التانية برضه أوضة نوم يعني. دي الأوضة اللي إحنا بننام فيها، ودي الأوضة اللي دايمًا قعدتنا فيها. دخلنا كده طبّقت البطاطين بالشكل اللي أنتم شايفينه ده كده يا بنات وركنتهم، وابتدي إن أنا إيه، عايزة أقول لكم نقلت السراير كلها. في مقطع اتحذف مني بس يالّا خير، والله اتضايقت جوي عليه. كنت بانقل في السرير الصغير ونقلت السرير اللي أنتم شايفينه ده وكنست، بس يالّا خير. مش أي حاجة نقول الحمد لله. اتضايقت بس قُلت الحمد لله مش مشكلة، قدّر الله ما شاء فعل. أنا كده لمّا لكم عاملة كذا حاجة لمّا لكم الفيديو كله في الروتين يعني، عاملة كذا روتين كده حلوين بإذن الله، بإذن الله تعالى هيعجبوكم. بصوا كده يا بنات، ده كده شكل مسكت قبل ما أغيّر الفرش وقبل ما أفرش كده نفّضت الشباك ونفّضت ومشيت برضه على الحيطان يا بنات، وإيه ابتديت كده إن أنا إيه أفرش السرير. نفّضت السراير وفرشتها وطبّقت بطاطيني كده زي ما أنتم شايفين. كنت هاطلّعهم على البلكونة بس اليوم ده تقريبًا أنا متذكرة يعني كان الجو بصوا معتّم، رغم إني كنت صاحية بدري، بس كان الجو غيّام يعني ما كانتش شمس قوية. لمّا تكون الشمس قوية بنطلّع البطاطين على الشمس. غيّرت كده الملايات وجِبت ملايات كده جديدة نضيفة يعني فرشتها، ونفّضت كده السرير ونفّضت المراتب كده تنفيضة حلوة، وفرشت الملايات علشان خاطر بعد ما أمسح ما ادخلش تاني، فاهمين يعني؟ يعني هاكنس كده وانضف وهاقفلها وهامسح ما حدش بيدخلها. عايزة أقول لكم من بعد التشطيب يا بنات تحسّوا كل حاجة بقت جديدة، يعني تحسّوا شكل السرير اتغيّر بقى شكلها حلو وجديد، السيراميك شكله اتغيّر، كل حاجة بقى لها شكل تاني وبقى لها طعم تاني، اتغيّرت كده بقت حاجة تاني مختلفة عن الأول يعني. التجديد والدهان غيّر شكل البيت ما شاء الله تبارك الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله. آآ ادّاها منظر تاني خالص، من أجل حاجة كده تحسّي البيت نوّر وحده يعني من غير أي حاجة. ربنا يوسّع عليّا وعليكم، ربنا يزيدكم ويزيدنا، ربنا يا رب يحقق لكل اللي بيشوفني، أي حد بيشوفني ربنا يحقق لكم تتمنوه. دايمًا باقول لكم ما فيش مستحيل على رب العباد، ربنا سبحانه وتعالى خزائنه لا تعد ولا تحصى، وهي أحلى من رضا الله سبحانه وتعالى علينا يعني. مش عايزين غير رضا ربنا سبحانه وتعالى، ويجمعنا مع حبيبي مصطفى محمد عليه الصلاة والسلام، حبيب القلب والروح، شفيع أمة محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. ربنا يجمعنا بيه في جنته يا رب، اللهم آمين يا رب العالمين. ده الواحد اللي بيتمناه لو تشوفوا يا بنات كده موت الفجأة والناس اللي في لحظة بتسمع خبر موتها، الواحد خلاص تحس كده إن عزرائيل واقف جنبه على الباب، يعني مش عارفين الدور على مين. بس كل اللي إحنا بنتمناه لقاء ربنا سبحانه وتعالى، والأهم من لقاء الله سبحانه وتعالى إن ربنا لا ياخد روحنا إلا هو راضي عنا. حسن ختمتنا دي أهم حاجة. ربنا يا رب يحسن ختمتي وختمتكم وختمة أمة محمد كلها. قولوا إن شاء الله آمين، اللهم آمين يا رب العالمين. ربنا يا رب يجزيكم كل خير يا رب ويجمعنا على خير. إحنا في الدنيا ما شفناش بعض، ما اتكلمناش مع بعض، بس عشمانا في الله سبحانه وتعالى إن إحنا إن شاء الله يجمعنا، اللي جمعنا من غير ميعاد في رسايل أو في مشاهدة فيديو، يجمعنا بإذن الله تعالى في جنته، في جنة الرحمن، اللهم آمين يا رب العالمين. بصوا وأنا بكنس كده كنست تحت السرير ونضفته وفرشت السرير، وكنست باقي الأوضة ونقلت السرير التاني وكنست تحتيه وكنست تحت السرير التالت ونضفته، وللأسف المقطع اتحذف كله.
اتضايقت شوية بس باقول الحمد لله مش مشكلة عادي يعني. أنتم شُفتوا معايا كده البداية، ما كملش بس إن شاء الله أعوّدها لكم في فيديو تاني، مش عارفة اتمسح مني إزاي والله باتضايق أمّا باكون مصوّرة حاجة تعبانة فيها وبتتمسح، بس عادي مش مشكلة، قدّر الله ما شاء فعل. طلعت كده خلّصت وطلعت على الصالة يا بنات، برضه نفس القصة كده، دي حتة الرُكنة اللي إحنا عملناها في الصالة، ده الجماش بتاعها. عايزة أقول لكم القماش بتاعها حلو جدًا، ولونه حلو جدًا يعني، ما شاء الله تبارك الله يعني، ولا حول ولا قوة إلا بالله. شِلت الشِلَت نفّضت كده تحتيها، وبعد كدهوّة هابتدي إن أنا إيه أنجُلها وأشيل الحصيرة وأفرش. كنا هنا غاسلين الموكيت، كان الموكيت لسه ما نشفش يعني غاسلينه وفرشنا الحصيرة عشان الجو برد. أنتم عارفين طبعًا الصالة كل قعدتنا فيها أساسًا مدخل البيت، وعمومًا البلد عمومًا أو في بيتنا يعني، باتكلم على بيتنا بالخصوص يعني. بافتح على طول يعني كانت شبابيك، بيبان، البيت تحت، اخواتي نازلين طالعين، طالعين نازلين، نازلين طالعين، طالعين نازلين، يعني بعدد كل ثانية كل دقيقة يعني، مش مثلًا شقة مقفولة كده مختصرة العيل بيقعد مثلًا يركز، لا ما فيش الكلام ده عندنا نهائي يعني. النزول أساسًا أكتر من القعاد في الشقة. بس شايفين شكل الركنة يا بنات، قولوا لي إيه رأيكم في الركنة وفي الألوان؟ ما شاء الله تبارك الله بصراحة شكل الركنة تحفة ما شاء الله تبارك الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. آآ ما شاء الله عليها. بصوا غيّرت المكان ادِّت حلاوة وجمال للصالة كده حلوة جدًا يعني. عملنا جنب واحد إحنا نلِف الصالة، حاطين التلاجة وبعدين قعدتنا فيها، وبعدين أساسًا بنقعد ناكل في الأرض، يعني إحنا ما بنعرفش نقعد ناكل في الأرض أو على الطبلية. طبعًا دودة صحيت كالعادة يعني، قُل لهم صباح الخير. اتعلّمت اللمادة واتعلّمت الكلام والشجاوة دلوقتي. بصوا مش عارفة أقول لكم إيه اللي عاملاه فيّا، بصوا مطلّع عيني. الطفل بييجي هو اللي بيربينا مش إحنا اللي بنربيه، عشان بس تبقوا عارفين ومركّزين معايا، يعني إحنا اللي بنربيه مش هو اللي بيربينا. صاحية من النوم بتشخط فيّا، يعني بصوا اللي هو إيه بصوا كلميهم، قولي ازيك يا ماما، قولي ازيك يا ماما، قولي ازيك يا ماما، قولي عايزة ماما، قولي عايزة ماما يلا. لأ، أيوه صح وهي قولت لأ دي، ده بتقول لأ، يعني مش عايزة أي حاجة لأ، 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 أيوه. قطمت لي على وشها وعلى بُقّها. دمها خفيف خالص، روحها حلوة، متعلقة جدًا بيّا فوق ما تتخيلوا، فوق الخيال. ما بترضاش تقعد مع حد، ولا ترضى تقعد مع أبوها، ولا ترضى تقعد مع عمتها، ولا مع أي حد خالص. من الشفاريجي ماسكة فيّا بدرجة كبيرة، ماسكة فيّا يعني، الحمد لله على كل حال. بصوا خلصت كده نضفت الركنة يا بنات، نضفت كده الصالة كنستها. بصوا ده المفرش ده كده من اختراع امي والله زي ما بكلمكم كده. فبصوا حاطينه عليها بصراحة ربنا، لا حامل ركنة بصراحة ومديها منظر حلو برضو، وايه وفرشينه عليها على طول باستمرار، لان الصالة ما ينفعش نسيبها آه، مش متغطية يعني، قعاد ولمتنا وكل حاجة يعني، فما ينفعش. خلصنا كده كنيس برضو بقى المقطع اتحذف مني. خلصنا كده كنيس يا بنات، وعايزة اقول لكم ان انا يعني عندي مقطع كانسر الركنة الركنة ايه اللهم صل على أفضل الحبيب عليه الصلاة والسلام، الترجة ومنضفاها. بس أنا مش عارفة المقاطع دي راحت فين، بس يلا مش مشكلة. كده لميت لكم الدنيا اهو، اديكم شفتوا معايا. حطيت في المية يا بنات برضو المقطع اتحذف مني، حطيت في المية كلور وحطيت في المية اريال، الاتنين مع بعض كده، وابتديت ان انا ايه امسح عشان خاطر الترابه الناعمه، عشان ريحه الشقه بتاعتي ما تكونش مكمكم ولا عامله ريحه. هي مش محتاج اساسا، الارض نظيفه وبس، كان كله اللي فيها ترابه ناعمه بس مش اكتر يعني، من الجو ومن طالعين. طيب يا عمري شكرا ماشي. عايزه بابا روحي. ده طبعا هنا كده شكل الاوضه بعد ما خلصتها ونضفتها، ونجلت السرير كده زجيته لجوه كده يا بنات، ونضفت الدنيا وفرشت الملي وفرشت السرير التالت ده اللي زي ما انا حكيت لكم، اللي هو المقطع اتحذف مني. وبرده ايه
مسحت تحت اليسر عشان تبقوا عارفين، عشان خاطر ايه يبقى نضيف معايا كده بالمره كده ومنور، شمع فل منور زي ما انتم متعودين معايا. بصوا خلاص كده، بسم الله ما شاء الله ولا حول ولا قوه الا بالله. اللي قاعد معايا لحد هنا يصلي على الحبيب قلبك يطيب، عليه افضل الصلاه والسلام. الصلاه على النبي شفاء من كل داء ومن كل مرض. اكثروا من الصلاه على رسول الله عليه افضل الصلاه والسلام. كل اللي عنده مصلحه عند حد يلجأ لله سبحانه وتعالى. خلاص كده خلصت الأوضة، بصوا نضفتها ما شاء الله تبارك الله، حول قوة إلا بالله يعني. مسحتها ونضفتها وفرشتها ونضفت تحت السراير، ونضفت الفرش وغيرت الملايات ونفضت الحيطان ونفضت الشبابيك نفضت البيبان، عملت بصوا كل حاجة فيها كده. الأوضة خلاص كده خلصت هتتقفل، مفيش أي حاجة خلاص تاني فيها ايه هتتعمل. طلعت على الصالة برضو، رحت مشيت عليها كده على السريع زي ما انتوا شايفين يا بنات كده، برضو بالشرشوبة. هي نظيفة أساسا، الأرض نظيفة على طول، احنا ايدنا فيها يعني مش سايبينها. سمينا الله كده، صلى على رسول الله، اللهم صل وسلم وبارك على سيد الخلق سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ابتديت كده ان احنا ايه ننضف الأرضية، نمسح الصالة برضو ونفرشها. ده بصوا الفيديو بتاعي كده من أوله لآخره. عندي شكل الأوض، شكل الصالة، الأوضة التانية كده كل حاجة معايا بقت ايه زي الفل، زي ما بيقولوا كده فل شمعة منور. بس يلا اللي قاعد معايا لحد هنا يعمل لايك واشترك في القناة. ما تنسوش دعواتكم الطيبة لأم مريم، ربنا يشفينا ويعافينا يا رب، يكرمنا بطفل سليم معافى، اللهم امين يا رب العالمين. في اسئله كتير كتير جو هانت ان شاء الله هرد فيها عليكم باذن الله تعالى، في فيديوهات كتير عاملاها لكم ان شاء الله، قويه جدا. الفتره الجايه هتعجبكم باذن الله باذن الله تعالى. بصوا كده خلاص خلصت كده خلاص المسيح، وكنت نظفت المطبخ. آه، وهنا كده ترجة معايا ما شفتهاش وانا بكنسها يعني. وخلاص كده خلصنا الدنيا، وهفرش هي بقى الحصيرة. فرشت كده عشان العيال ما يبهدلوش الدنيا يا بنات كده. خلصت كده زي ما انتم شايفين، بسم الله ولا حول ولا قوة الا بالله. ال الارض كده هنا مشيت تاني، بصوا كده على رجليهم، فرحت ماشية تاني على الارض. ده الشكل النهائي كده بتاع كل اوضة بعد ما خلصت، بعد ما نضفت وفرشت ونضفتها ومسحتها وطبقت الفرش بتاعها كده، وفرشت ملايات نظيفة وظبطت الدنيا ونضفت الشبابيك والحيطان كده. خدت لكم جولة كده، والسرير ده خلاص فرشته، طبقت البطانية بتاعته كده، وفي الأرض كده اتكنست حلو، وتحت السرير اتكنس ونضف. ده كده الشكل النهائي. بس حسيت كده الدنيا اتغيرت يعني، الحمد لله على كل حال. يلا بينا نقول دعوة حلوة من القلب، دعوة حلوة من القلب لكل عيلة الصعيد وعوايده، بالستر والصحة وراحة البال ورزق يتعجب ليها للسما والأرض. ربنا يرزق كل مشتاق، ربنا يطعم كل محروم، ربنا يديكم ويرضيكم ويفتح لكم أبواب الرزق الحلال يا رب. قول إن شاء الله مين، اللهم آمين يا رب العالمين. دعوة حلوة من القلب لوحوة عند أبونا، وربنا يشفيه عافية يا رب، ويعفى عنه وما يشوف شر أبدا، اللهم آمين يا رب العالمين. ربنا يا رب يقومه بالسلامة ويرجعوا لأولاده سالم غانم. الأب والأم عمرهم ما يتعوضوا أبدا أبدا. الحق نفسك الحق نفسك، والديكي ما يتعوضوا بتراب ولا كنوز الدنيا كلها. والديكي 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 أهم حاجة في الدنيا. بس يا مودة بصوا، دعوة حلوة من القلب. سرحت منكم يا بنات والله. ربنا يخلي لنا والدينا يا رب، يبارك في عمر ابوي وامي يا رب، ويعفى عن ابوي ويعفى عنهم ويشفيهم ويعافيهم يا رب، ويخليهم لينا يا رب، اللهم امين يا رب العالمين. ويخلي لي بناتي واشوفهم في احسن الناس، ويخلي ولادكم ربنا يبعد عنهم كل شر وكل سوء. دعوة حلوة من القلب لأم سلمان، بالصحة والستر وراحة البال ورزق يتعجب ليها للسماء والأرض، اللهم آمين يا رب. ما تشوفي شر أبدا، وربنا يسد ما عليك من ديون ويفك كربك ويزيل همك ويجعلك من أحسن الناس أنت وولادك. دعوة حلوة لأنيسة منى، بالصحة والستر وراحة البال ورزق يتعجب ليها للسماء والأرض، ربنا يكرمها وتزور النبي محمد يا رب، احنا وانت اللهم آمين يا رب العالمين. وربنا يفتح لها أبواب رزق الحلال ويعوضها ويكرمها بالزوج الصالح عاجل غير آجل يا رب، اللهم آمين يا رب العالمين. دعوة حلوة من القلب لمتابعتي، ربنا يرجع لها جوزها، اللهم امين يا رب العالمين، ويظهر الحق ويظهر من ظلمها ويبعد عنها كل حقد وكل ساحر، اللهم امين يا رب العالمين. دعوة حلوة لمتابعة، ربنا يهدي قلب امهم عليهم يا رب. دعوة حلوة لاسماء، ربنا يكتب لك الخير والصالح يا اسماء، ويجمعك بمهدي ان كان في خير ليكي.
ربنا يجمعك بيه على خير. دعوة حلوة من القلب، ورحم والديك يا رب، اللهم امين يا رب العالمين. دعوة حلوة لمتابعة، ربنا يكرمها بالذرية الصالحة عاجل غير آجل، احنا وانتوا كل من قال امين، اللهم امين يا رب العالمين. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، واسيبكم في رعايته وحفظه.